جولات الدكتور مرسي في الفترة الأخرانية، طبعا احنا في ناس كتير قاعدين عشان يشوفوا ال 100 يوم اللي هيفوتوا ويقعد الدكتور مرسي هتتم ولا مش هتتم، ومشروع النهضة اللي هو بيقوله ده هل مشروع صادق أم مشروع كاذب، وطبعا في كلام كتير في هذا المجال. لكن أنا اللي أنا بقوله هو زيارات الدكتور مرسي الخارجية اللي ابتدى يعملها، بدأ بالسعودية وبعدين راح اثيوبيا وبعدين نزل الصين وبعدين راح ايران، وانا ما يهمني الجزء الاخراني بتاع الصين وايران ده لان السعوديه راحها مرتين. فحكايه الصين دي انا اعتقد ان اي حاكم هيمسك مصر المفروض ان هو يفكر في ان الدكتور حسني مبارك الفتره اللي فاتت لغى خالص غرب السويس او شاطئ التفريعه او المكان اللي كان مخصص للمشروع الصيني، وفضلوا ان هم يعملوا اراضي يسقعوها ويبيعوها، وطبعا احنا عارفين الفساد اللي كان موجود. فاي رئيس يجي طبعا المفروض ان هو عشان يبقى في نهضه صناعيه يجب ان هو يلتجئ الى الصين، فاتجاهه الى الصين انا اعتقد ان هو موفق، وخاصه ان هو اخذ معاه بعض من رجال الاعمال عشان يبقى في شراكه حقيقيه في مجال الصناعي وتطوير الصناعه، وده شيء انا اعتقد ان هو كويس. في تسليم القياده بتاع دول عدم الانحياز في ايران، انا شايف ان ده امر طبيعي. ناس من الاخوان للاسف الشديد، ودي حاجه اللي تموت الواحد من الغيظ، يقول لك ان الدكتور مرسي اسد، يعني راجل هناك وقال رضي الله عن ابو بكر وعمر. انت عايز تقول ايه يعني؟ اكيد انا لو انا موجود في بلد وجالنا رئيس مسيحي في نفس الموضوع ده وقال المجد للرب مثلا، هقول لك يعني ده اسد، ده قال في وسط المسلمين المجد، ايه اللي دخل ده في ده؟ انا مش عارف، يعني مش شايف لها اي علاقه بصراحه. ايه اللي داخل ان هو قال ابو بكر عمر في وسط الشيعه؟ ايه المشكله؟ لو واحد مسيحي قال لهم على كلمتين مسيحيين، ايه المشكله؟ واحد يهودي قال كلمتين من اليهوديه هو كان ما حد يقول له ايه المشكله؟ انا مش شايف ان في ده لا هو اسد ولا بالموضوع ده. الاسوديه مش بكده ولا القوه مش بكده خالص، القوه بالسياسه اللي بيعملها. يقول لك ده ذكر عبد الناصر، امال هيذكر مين يعني؟ هيذكر السادات؟ ما هو اللي اسس الموضوع ده هو جمال عبد الناصر. ومع اعتراضي اصلا على موضوع الدول عدم الانحياز، لان احنا كنا عارفين من ايام السادات ان مش ما كل دول منها كانت منحازه لحاجه، احنا شويه انحازنا لروسيا وبعد كده انحازنا لامريكا، ناس منحازين او انحاز لامريكا، الاتحاد اتفكك وما زال في ناس بقى الكتله بقت تابع ايران والصين وروسيا، شعبه الى حد ما يعني معروفه، وسوريا معاهم، يعني مفهوم ان هي مش دول عدم انحياز ولا حاجه، هي منحازه، وان تغير الاسم بتاع الانحياز اللي هم منحازين لمين. ومع ذلك انا هنقارن بس حاجتين اتنين هو اتكلم فيهم الدكتور مرسي لما قال ان الشعب الفلسطيني والشعب السوري بيطالبوا بحريتهم. دي كانت سقطه شويه، لان ما يجمعش الاثنين مع بعض يعني، والا كان هيقنن الوضع الاسرائيلي وكانه الاحتلال السوري، وكان السوري ده بقى احتلال زي اسرائيل بالظبط، وده مش يعني كانت سقطه سياسيه مش صح ان هو يقولها بالاطلاق. انا شايف ان زيارته للصين دي كانت زياره موفقه، زيارته للسعوديه كانت زياره موفقه. موضوع المجلس الاستشاري اللي هو عمله او المجلس الرئاسي اللي هو عمله ده شيء موفق. هو يعني ده طبعا اهل المشروع واهل الحل والعقد، يعني لما يكون معاه مجموعه وربنا يا رب يصلح بطانته، بما لا شك ان هم هيدفعوه ان هو يقول شيء كويس. لكن نيجي للقرض اللي هو الحكومه وافق عليه، طبعا انا شايف ان دي مصيبه سوداء، لان كان الجنزوري طلب قرض نص ده تقريبا، يمكن اقل من نص بشويه، وبعدين هم وقفوا له والحريه والعداله وقفت وعملوا مظاهرات وبهدلوا الدنيا. ازاي ان حكومه تجيب قرض وبتاع واحنا دوله اسلاميه؟ طب ماشي يا عم، هو انتوا بقيتوا فيها اهو، طالبين 4.8 ومطالبين حتى من هو يزيد، ما بقاش دلوقتي بقينا دوله اسلاميه. دلوقتي القرض كان حرام على الجنزوري، دلوقتي فقد حرمانيته بقى حلال عشان هو للحريه والعداله، ويطلع يقول لك اقوال الناس بيقول لك لا ده مش ربا، ده مصاريف اداريه. طب هو كانت مصاريف اداريه عليكم، والجنزوري اللي نجسها وخلاها بقت ربا. يعني انا عايز اقول يعني عشان ما نلويش دراع الاحكام الدينيه ونقعد نتكلم كلام ومش مظبوط والناس يضحكوا علينا، يعني طلعوا الدين من لعبه شويه، يعني خلوا الدين دين، ما دخلوش في لعبه انتوا عارفين ان هي غلط وتحاولوا تلوا المواضيع. انا قلت قبل كده زي ما يكون واحد بيسرق ويقول لك انا توكلت على الله انا طالع وبتاع، كان زي البلطجيه اللي بيسوق العربيات ويقول لك ده تعبي وشقايه، ده انا بطلع اوقف الواحد وبعرض ان انا اتقتل، وده شقايه، الواحد بيبقى يعطي اجره قبل ان يجف عرقه، فانا طلعت عرقك ايه؟ ده انت بتعمل حاجه حرام. فانا مش عايز يعني نلعب اللعبه على الاطلاق وعلى العموم وعلى الاغلب. الدكتور مرسي الى حد ما لحد دلوقتي الامور متظبطه معاه، وارجو الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقه في الفتره اللي جايه، وان هو يحقق امال الثوار.
ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفق اللي فيه الخير. كان كويس زي ما قلنا، هنقف وراه. اساء هنضده، رغم ان الاخوان اللي هم اللي بيسيئوا اليه. والله في واحد من الاخوان كتب مره في الفيسبوك بيقول لك ان هو سادس خلفاء راشدين. المرسي سيد الخلفاء الراشدين. انتوا كده بتخرفهم وكده بتبوظوا الدنيا ومش عارف. يعني هو مصر بقت خلافه؟ يعني هي مصر دوله الخلافه ومرسي هو الخليفه؟ هو جيب بمبايعه ولا جيب صندوق انتخابات وفيه تداول سلطه؟ الاخوان اللي بيبوظوا على المرسي حياته، هم اللي بينغصوا، هم اللي بيكرهوا الناس فيه للاسف. انا اتمنى ان هم يخلعوا نفسهم شويه، يعني عايزين يخدموا من بعيد لبعيد، من غير ما يتكلموا ومن غير ما يبتدوا يوصفوا راجل باوصاف تخلي الناس يتخنقوا منه، مع انه هو راجل قد يكون راجل في حد ذاته كويس. ويهمنا اعماله اللي جايه، ونشوف ان شاء الله ربنا يجعل اللي جاي افضل من اللي فات، وتنتهي الفتره العصيبه اللي احنا بنعديها دلوقتي.